عندما تتحول الهتافات في المدرجات إلى نداءات استغاثة؟ كيف؟ عندما تصل الأمور إلى مرحلة الاحتقان الشديد والشارع يشعر بأنه مقيد ولا يسمح له بالتعبير عن رأيه بطرق حضارية. في هذه الحالة لا حاجة لاحتجاجات سياسية أو مظاهرات اجتماعية تجوب الشوارع، فحفلة فنية أو ربما مباراة رياضية تكفي لإشعال شرارة الغضب. وهكذا كان تماما المشهد في الجزائر مؤخرا خلال مباراة لكرة القدم جمعت نادي مولودية الجزائر بضيفه اتحاد المونستيري التونسي. المناسبة كانت رياضية بحتة، والحدث على أرض الملعب كان من المفترض أن يكون مواجهة كروية بين فريقين متنافسين، لكن الأحداث اتخذت منحا آخر تماما عندما تدخلت قوات الأمن الجزائرية. فبدلا من أن تقوم هذه الأخيرة بدورها في حماية الجمهور وضمان سير المباراة بسلاسة، اختارت اللجوء إلى الحل السريع، العنف المفرط، وكأن الجمهور هو العدو الحقيقي الذي يجب قمعه، وليس مجرد مشجعين جاءوا لمتابعة مباراة رياضية فانتهى بهم الحال في مشاهدة عرض حي لفن القمع الجماعي في سيناريو تتقنه السلطات الأمنية في الجزائر بشكل احترافي. ولعل الأسوأ فيما وقع وتابعه العالم هو أنها ليست حالة استثنائية، بل التعامل العنيف مع الجمهور أصبح أمرا مألوفا في الجزائر في العديد من المناسبات، وكأن السلطات الأمنية هناك باتت ترى في أي تجمع فرصة محتملة للفوضى يجب قمعها حتى قبل أن تبدأ، اعتقادا منها أن مفهوم الأمن ليس حماية المواطنين بل حماية النظام من غضب المواطنين.